السلام عليكم ورحمة الله. معكم منى من مطبخ اتعلمي واعملي بإيدك. النهاردة هنعمل فراخ بالحمضيات، الليمون، البرتقال. هي أكلة بسيطة وسريعة جدا، مش صعبة، مش هتوهي فيها يعني. هنا معانا بصلة مبشورة، سماق وملح، بودرة بصل وتوم، فلفل اسود، زبدة، ورق لورا، كوباية برتقان، معلقة ليمون كبيرة، مية. هنا عندنا توم وطماطم متقشرة وقرن فلفل وجزراية. هنروح على البوتاجاز علشان نشوف هنعمل ايه الاول في الفراخ قبل ما نحطهم في الطاجن. جينا على البوتاجاز، هنا معلقة زبدة معاها شوية زيت عشان الزبدة ما تنحرقش. بسيبها بس تسخن شوية وهنبتدي نحمر فيها الفراخ. ادي الفراخ اهي مغسوله نضيف وكانت منقوعه في الليمون. حطيها حمريها. اهو حمرنا الفراخ شايفين. هنبتدي نحط عليها ورق اللورا اهو عشان يديها ايه، ريحه حلوه. خلاص، ده البصل هنقلبه مع التوابل كده عشان يبقى كله مع بعضه اهو. تمام، بتحطي كده اهي. خلاص كده تمام. عندنا هنا البرتقال اهو. حطي معلقه الليمون، معلقه واحده اهو. الميه دي كوبايه عشان السوا اهو. خلاص، دي الزبده اللي انا حمرت فيها، هاخد منها شويه صغيره اهي كده تمام. طيب هناخد بقى القوطه وعليها فص الثوم، الجزر، قرن الفلفل. طبعا القوطه دي متقشره زي ما انا قلت لكم، ما تحطيهاش بقشرها بتبقى رخمه، يعني القشره بتضايقك بعد كده في الاكل، تبقاش ظريفه يعني. ده قرن الفلفل اهو، جزرتين. اللي بيحب خضار تاني ممكن يحط بطاطس، ممكن تحطي كوسه، يعني اللي انتي ايه تحبيه اهو. تمام. هنيجي بقى نعمل ايه، هنغطيه الاول بورق زبده اهو. خلاص، بعدين بورق الفويل، او لو عندي غطا زي اللي عندي ده كده، لو عندي غطا زي اللي عندي ده كده بتغطيه اهو وبتدخليه الفرن. اما يطلع هنشوف هنقدمه ازاي وارجع لكم. كده خلاص خرجت من الفرن، شايفين شكلها عامل ازاي وريحتها جميله جدا، والله هتعجبكم قوي. وقدمت معاها الرز بسمتي اهو. يا رب يعجبكم وان شاء الله تنول استحسانكم يعني. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشيروا الفيديو. ويوم سعيد بإذن الله. مع السلامة.